حول القصائد المتبادلة بين خليل الشبرمي محمد بن الذيب وناصر الفراعنة. يقول: ب15 بيت اطلب الله فيها الإحسان ويقبل عمل طاعاتي ويصلح النية. هج الشبرمي بن الذيب مع ناصر السبعان بمجموعة أبيات ثقيلة وقافية على مثل ما يقولونها الضرب في المليان، وكلمات ترنانه قوية ونارية، وردوا عليها أضعاف ما قالها الاثنان معارك كلامية عنيفة وثرية. وأنا لست مسؤولا إني أحدد الغلطان، لكن نرفض أن نقابل السيء بالسيء بدل ما تحاذف رؤوسهم من حصى سمنان، لو الأمر اللي ذوقتهم من عنبلية. من الوهلة الأولى قلت هذا عمال الوان، ولما سمعت أبيات ما هي طبيعية عرفت أن هذا اللي عملها عمل شيطان خبيث النوايا لهوية وجنسية. ورا ما يكونون الثلاثة وساع أبطال ويتجاوزون المهزلة والحساسية، وهم من تألق واشعلوا حومة الميدان قصائد مدح وامثال حية وقومية، وهم من تصدر في صدر مجلس السلطان في أبو ظبي وفي دبي والسعودية بعيدا عن التنظير، أو كان يا ما كان بعيدا عن أبراج السمو والمثالية. عسى الله يتوب ويرجعون الثلاث أخوان، ولا على فزاع وأحمد بخافية عيال الحكيم الحاكم الشاعر العنوان يحلونها تيجان الأسر الخليجية. أقول له أنا لي ذرة المجد في زهران والأمثال والأعراف والهي دوسية. أقول له أنا لي ذرة المجد في زهران والأمثال والأعراف والهي دوسية.